أهلا بيكم في قناة أصل الطبخة مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض النجريسكو بطريقة بسيطة وسهلة، والمكونات بتاعتها موجودة عندنا في البيت. هنعملها بالبانيه، وإن شاء الله الوصفة تعجبك. ويلا بينا نشوفوا المقادير بتاعتنا عبارة عن إيه. عندنا نص كيلو من المكرونة الاسباجيتي، وربع كيلو بانيه مقطعينه شرايح، وعندنا فلفل اخضر متقطع برضو شرايح، ممكن تحطي فلفل الوان برضو الوصفة هتبقى اجمل. ومعانا 4 فصوص من الثوم مهروسين بالملح، وبصلة كبيرة شرايح. والبهارات بتاعتنا عبارة عن بهارات فراخ وملح وفلفل اسود، وعندنا مرقة دجاج وجنزبيل. بعد كده في حلة على النار حطينا المية، واول المية ما غلت حطينا المكرونة. ولو بأول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد ما سلقت المكرونة هبتدي ان انا اجيب طاسة واحط فيها معلقتين من السمنة، وابتدي احط البانيه اللي انا مقطعاه شرايح، هقلبه كده شوية. وبعد كده هبتدي انزل بالثوم، 4 فصوص الثوم اللي انا هرستهم وحطيت فيهم شوية ملح. هقلب كويس قوي، وبعد كده ابتدي احط البصلة اللي انا مقطعاها شرايح. برضو البانيه انتي عارفة ان هو مش بياخد معانا وقت، يعني بيبقى سهل جدا في التقطيع بتاعه. لما بتكوني مقطعه رفيع مش بيغيب معاكي في السوا، وبرضو انتي بتتكيش عليها في السوا عشان ما تنزليش العصارة اللي في البانيه. بعد كده هبتدي ان انا احط الفلفل، وزي ما قلتلك ممكن تقدري تحطي فلفل الوان، هتبقى برضو الوصفة اجمل. واخر حاجة بحطها اللي هي البهارات بتاعتي والتوابل. بقلبها شوية واسيبها كده على النار وبغطيها، وبعد كده بركنها على جنب مجرد ما بتستوي معايا. بعد كده هبتدي ان انا اعمل البشاميل. هجيب حلة واحط فيها 3 معالق من الدقيق، قصادهم بيكونوا 3 معالق من السمنة. تمام. هقلب كويس قوي وابتدي ان انا احمر الدقيق. وبعد كده هبتدي انزل بلتر لبن. اللبن ده مش بيكون دافي ولا سخن، ده لبن ساقع كده عادي. بحط شوية وبعد كده ببتدي ان انا اقلب علشان خاطر البانيه ما يتكتلش معايا. تمام. يعني ما تخليش اللبن دفعة واحدة ان انت تحطيه عشان ما يتكتلش معاكي، يعني شوية بشوية. دول البنات يعني المبتدئين علشان البشاميل ما يتكتلش معاكي. بعد كده اظبط بقى الملح والفلفل، واحط مرقة الدجاج اللي كانت معايا، انا سبتها للبشاميل لغاية ما البشاميل بقى تمام معايا والقوام بتاعه بقى مناسب. بعد كده هجيب المكرونة اللي انا سلقتها، هحط فيها معلقة سمنة كبيرة، واحط لها الملح وفلفل اسود واقلبها حلو قوي. واجيب كبشتين كده من البشاميل اضيفهم برضو على المكرونة واقلبها كويس قوي. اللي نزل مع المكرونة ده زيتون، عشان انا مقطعة زيتون ومحضره عشان اضيفه على البانيه. طبعا انا ما حطيتوش على النار عشان ما يتهراش، دي خطوة اخيرة بعد البانيه ما بيستوي معايا. بحط له الزيتون. بجيب بقى الصينية واحط فيها حبة من السمنة، يعني يعتبروا معلقتين، واجيب مغرفة من البشاميل واحطها برضو. وبعد كده ابتدي احط المكرونة في الصينية وارصها. طبعا الخطوات اللي احنا بنعملها في النجريسكو دي تقدري تعمليها مكرونة البشاميل، بس طبعا مع اختلاف نوع المكرونة. انت هتجيبي المكرونة اللي هي الفرن، هتستبدليها بالمكرونة الاسباجيتي. تمام. بعد ما بحط المقدار المناسب من المكرونة في الصينية، هبتدي ان انا ارص البانيه فيها. وانتي ممكن تحطي جبنة كمان مع البانيه دلوقتي في الرصة دي، لو انتي عندك جبنة هتحطيها. بعد كده تضيفي بقى عليه البشاميل زي ما انا عملت كده، وباقي المكرونة تحطيها، النص التاني من المكرونة تضيفيه. وطبعا النجريسكو مش بيحب المكرونة تبقى عالية قوي، يعني ده للبنات المبتدئين. ما تخليش المكرونة تكون كبيرة قوي في الصينية، يعني خلي السمك بتاعها يبقى في المعقول، علشان انتي لما تيجي تاكلي ما تلاقيش ان انتي بتاكلي مكرونة ومفيش حشو من جوه. تمام.
فخلي المكرونة تكون السمك بتاعها معقول، يبقى ماشي مع الحشو بتاع النجريسكو اللي انتي عاملاه. بعد بقى ما بخلص كمية المكرونة على الوش، ببتدي ان انا اضيف لها الجبنة اللي انا عايزاها، جبنة مبشورة، جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، زي ما انتي عايزة. وبعد كده بكمل البشاميل، بحطه على الوش بتاعها، وابتدي ان انا اكون مشغلة الفرن والشواية معاه، وادخلها بعد كده على الفرن. الصينية كده طلعت معايا، وطبعا مش قادرة اقولك ريحتها عاملة ازاي، وطعمها كمان جميل جدا. زي ما انتي شايفة كده، البشاميل والبانيه كده واضح فيها، والطعم كمان حلو جدا. واتمنى ان انتي تجربي الوصفة. وما تنسيش لو عجبك الفيديو، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.